مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: تطورات متسارعة في العلاقات المغربية الجزائرية. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. عرفت الأيام القليلة الماضية سلسلة مزدحمة من التطورات التي من المتوقع أن يكون لها تأثير دال على مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية. في البدء نشير إلى تطورين مهمين يخصان العلاقة المغربية الأمريكية. فقد زار نهاية هذا الأسبوع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس الرباط، والتقى بوزير الخارجية المغربية نصر بوريطة. وسبقته الخارجية الأمريكية بالتأكيد في تصريح لها على عدم تغير موقفها الثابت والواضح من قضية الصحراء المغربية، مجددة دعم واشنطن للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وواصفة إياه بالجاد وذي المصداقية والواقعي. أما التطور الثاني فيهم تأشير مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي الخاص بسنة 2024 على انضمام المغرب إلى القيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. التطور الثالث ويهم العلاقات العربية الروسية، واستضافة المغرب لفعاليات الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي بمراكش، ورئاسة وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة لهذا الاجتماع ذي الطابع الإقليمي، وحديث عن مقاطعة جزائرية لهذا المنتدى. التطور الرابع ويهم مستوى التصعيد العسكري في المنطقة، إذ أفاد المغرب بتعرض إقليم أوسرد المغربي الأقاليم الجنوبية لهجوم نفذته قوات البوليزاروية يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري، ولم يخلف خسائر بشرية ولا مادية، ووقوف عناصر المنورسو والقوات المسلحة الملكية على هذا الحادث. أما التطور الخامس فيهم العلاقات الجزائرية المالية، إذ استدعت الخارجية المالية أمس الخميس السفير الجزائري لتبلغه مذكرة احتجاج ضد أفعال جزائرية غير ودية من جانب بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي بسبب عقد الجزائر اجتماعات مع الانفصاليين الطوارئ دون سابق تنسيق مع السلطات المالية وتقديمها الدعم لهم. ما رأيكم في هذه التطورات؟ في انتظار تعليقاتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.